السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم فلوس تورك. في هذه الحلقة غادي نهضروا على واحد الموضوع جد مهم اللي طلبوه مني بزاف ديال الاخوة سواء في التعليقات او لا في الخاص، وهذا الشيء علاش قررت انني ندير واحد البحث شخصي باش انني نشارك معكم المعلومة. دونك الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم بحول الله وقوته هو كيفاش انني نقدر نستثمر في بورصة الدار البيضاء بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وباش نشير لواحد النقطه مهمه، فراه هاد المعلومات اللي غادي نشارك معكم فراها معلومات سطحيه بناء على البحث الشخصي اللي درته، وبطبيعه الحال اللي بغى يتعمق وياخذ معلومات دقيقه فراه هو لابد انه خصو يستشار مع اهل العلم، واهل الذكر هما اللي غادي نعطيوه الفتوى الصحيحه. قبل ما نبداو ما تنساش تخلي لنا واحد جيم واحد الكومونتير زوين او لا خايب، خذ راحتكم باش اننا نزيدوا بهذا المحتوى القدام. ما تنساش انك تابونا اذا كنتي مازال ما تابونيتيش، وشارك هذا المحتوى مع الناس اللي غادي يكونوا محتاجينه، ونبداو على بركه الله. دونك اول حاجه بغيت نشاركها معكم هو راه درنا واحد لو كونت انستغرام سميتو فلوس سولك، اللي كنشارك معكم فيه ديزاكتياليتي. راه مازال صراحه راني ماشي اكتيف فيه مزيان، ولكن ان شاء الله راني ناوي نبدا انني غنبدا نحط فيه واحد المحتوى اللي غادي يكون مفيد ان شاء الله. فوالا ما تنساوش تابوناو فيه سميتو فلوس سولك، وانا ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج مهمين بحول الله وقوته. وندوزو العامر كيف ما كنقولوا، لي زاكسيون كوتي نو سون با توس ne sont pas toutes conformes. يعني لي زاكسيون كوتي في لا بورس دو كازابلانكا من الناحيه الشرعيه راهم ماشي كلهم فوالا سون كونفورم الشريعه. فوالا كتبنا هنايا ميم سي ان اكسيون ايليستي على بورس دو كازابلانكا اني با اوتوماتيكمون كونفورم على الشريعه. يعني بلغه اخرى ماشي اي شركه مدرجه في بورصه الدار البيضاء راها كتوافق على الشريعه. كيفاش غادي نديروا باش نعرفوا؟ دونك كاينين جوج ديال لي فلتر اللي كنديروا، بحال كنديروا واحد الفلتر اللي كيدوزو منه لي سوسيتي باش كيبقاو لينا لي سوسيتي اللي عندهم ما يتناسب مع الشريعه. دونك اول حاجه قلنا هو كنفيريفيو لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز، يعني كنشوفوا النشاط الاساسي ديال الشركه، اشنو كدير الشركه. الا لقينا هذاك لو فلتر ما كيتوافقش مع الشركه اوتوماتيكمون هاد الشركه كنحيدوها، راها ما كتناسبش مع الشريعه. موراها كيجي لو فلتر، اشنو كنلقاو؟ الا لقينا هاد الشركه لاكتيفيتي ديالها كتناسب مع الشريعه ما ساليناش هنايا، كندوزو لواحد لو سيكون فلتر. هنايا كيف ما قلنا باساج او فلتر فينونسي. دابا كنشوفوا ندوزو نشوفوا لو بروفيل فينونسي ديال هذيك لا سوسيتي، ها هي لاكتيفيتي ديالها مزيانه كتناسب مع الشريعه ياك، ما كاين حتى شي مشكل. دابا غندوزو النيفو الثاني اللي هو لو فلتر فينونسي. دونك شنو قلنا؟ اون فيريفي انسويت لي راسيو فينونسي ديسپونيبل سيغ لي بلاتفورم او سيغ لي بيرو. هنا كنشوفوا اترافير سوا سيغ لي بلاتفورم اللي كاينين بحال انفيستينغ، بحال بورس نيوز، بحال بورس نيوز، بحال زون بورس، بحال ايدي بورس. هادو كنشوفوا منهم لي راسيو، او لا كنمشيو نشوفوا لي بينو. وعندنا جوج ديال لي راسيو صراحه كاينين بليزيور، مي انا حاولت نحط لكم جوج اللي كيركزوا عليهم بزاف. هما هاد المعايير، مشيت لخديت المعايير ديال لايوفي، هادي غنشوفوها من بعد. هادي هي واحد الهيئه شرعيه سوا ديزون اللي قالت هي اللي حطات هاد المعايير هادو بالنسبه للناس اللي باغيين يستثمروا بواحد الطريقه اللي تكون كتوافق الشريعه. فهنا خديت من عندهم بجوج ديال لي كريتير. اول كريتير هو كنشوفوا لا ديت ديال لا سوسيتي، لا ديت اللي كتكون اون كونتر بارتي كنخلصوا فيها لي زانتيغي، يعني كاع لي ديت اللي كنخلصوا فيهم لي زانتيغي سوا ا كور تيرم سوا سيغ لو لون تيرم كناخذوهم، كناخذوا المجموع ديالهم وكنكتبوا كنقسموا على لاكتيف ديال لونتربريز، يعني تو سكي بوسيد لا سوسيتي. هادشي كيعطينا واحد لو راسيو. الا كان هاد لو راسيو انفيريور او ايغال 30، يعني اقل من او يساوي 30، فهنا راه نقدروا نقولوا لا سوسيتي ما كتعتمدش بزاف على المديونيه، فراه نقدروا نقولوا راها اكسبتي. او لا الا كان اكثر او لا اكبر من 30% فراه لا سوسيتي نون كونفورم، ما كتحترمش الشريعه. لو راسيو الثاني هو كنشوفوا لي ريفوني فينونسيير مقسومين على الشيفر دافير، يعني كنشوفوا المداخيل في المداخل اللي كيكونوا سو فون دانتيغي، يعني سواء انها دارت دي بلاسمون سواء انها شرات دي بون تريزور. كنشوفوا كل ما هو عنده علاقه، كل ما هو مدخول دخل الشركه سو فورم ديال لي زانتيغي سا مارش، او لا دي بروفيل فينونسي اللي ما كيتناسبوش مع الشريعه، بحال اللي كنا شفنا الفوق انها كتانفيستي في لي زون بي سي في مونيتير، سواء انها كدير دي ديبو اتير، سواء انها كتشري دي بون دو تريزور. دونك هادو كلهم كنشوفوا المدخول ديالهم وكنقسموه على الشيفر دافير، كنقسموه على المدخول او لا لو ريفوني توتال كامل ديال لا سوسيتي.
هادشي كان خصو ما يكون اقل من او يساوي 5%. الا كان هاد لو راسيو اقل من او 5 اقل من او يساوي 5% باردون، فراه كنقولوا باللي المداخيل اللي جاو اترافيغ لي زانتيري فراهم مارجينو، يعني هامشيين، ما كيمثلوش شي حاجه كبيره وراها اكسبتي. دونك لو كريتير هنايا الا كان اكبر من 5% فراه لا سوسيتي كتعتبر non conforme. Donc, en conclusion, seules les actions qui passent les deux filtres peuvent être considérées comme potentiellement conformes à la charia. يعني بأن فقط الشركات اللي كيحترموا لنا هاد لو فلتر ديال لو سيكتور داكتيفيتي يكون كونفورم بالشريعه، وهاد لو فلتر فينونسي ديال ان هاد لي دو راسيو تحترموا، لي سوسيتي اللي كيجمعوا هاد لي دو شوز افاليدي هاد لي دو فلتر هما اللي كيكونوا متوافقين مع الشريعه. اشنو غادي نمشيو نشوفوا اخر؟ غنمشيو نشوفوا هنا، بغيت نشوف معكم اشنا هما لي زالتيرناتيف لي كونفورم الشريعه، اشنا هما الحوايج او البدائل اللي نقدروا نستثمروا فيهم واللي كيكونوا موافقين مع الشريعه. ولكن قبل بغيت نوريكم هذا لو سيت هذا اللي بغى ديفلوبي المعرفه ديالو بخصوص هاد لي نورم. ها هو لي زيكسبليكاسيون دي نورم او في كيسكيرون ان اكسيون حلال. شنو اللي كيخلي لينا واحد السهم تعتبر انه حلال؟ هنا راه كاين لو ديتاي بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا اسي دانفورماسيون. وهنا فوالا هما دوك لي كريتير، لا ديت خاصها تكون انفيريور 30%، وهادوك لي ريفوني الليسيت خصهم يكونوا انفيريور ل 5%. كاين ان اوتر كريتير مي انا خديت لكم هادوك الجوج اللي مهمين. وبور لا سويت الناس اللي بغا يديفلوبي، هما انا كيهضروا على لاكتيفيتي دو لونتربريز، الناس اللي بغات ديفلوبي لي كونيسونس ديالها، فراه انا حطيتو لكم هنايا اللي بغا المزيد من المعلومات. ها هو طابيو هاد لو تيتر في جوجل راه غادي يطلع لكم. دونك نكملوا المعلومات ديالنا، نرجعوا لي زالتيرناتيف. دونك هاد لي زالتيرناتيف ديال لقيت انا بالنسبه للاخوان اللي عارفين شي طريقه اخرى يخليوها في لي كومونتير هكا بور بارطاجي لانفورماسيون حتى الناس تستافد. اما هادو اللي غنبارطاجي معكم هما اللي لقيت انايا في البحث ديالي وعلى حسب المصادر ديالي. دونك اول حاجه هو لي زو بي سي في ام كونفورم. لي زو بي سي في ام اللي كيكونوا كيحترموا هاد لي معايير وكيختاروا فقط لي زاكتيفيتي او الاسهم او لي برودوي اللي كيحترموا الشريعه، واللي معروف اللي كنعرفوا انا شخصيا اللي هو التجاري المشاركه. هذا ستان او بي سي في ام ديال وفا بورس اللي كيانفيستي برينسيبالمون اون اكسيون فافوريزون لي سيكتور ايتيك، يعني كيدير الاستثمار ديالو فقط في الاسهم اللي كيحترموا الشريعه. دونك ها هو لو سيت ديالو التجاري المشاركه، وهذا لو برودوي كيستثمر في لي زاكسيون. البنش مارك ديالو هو 100% مازي ابدومادير. هادشي كنا شرحناه بطبيعه الحال. دابا خصكم تكونوا وليتو بروفيسيونيل في هادشي، كتشوفوا هادشي كتعرفوا. دونك بالنسبه للناس اللي بغاو يستثمروا فيه في بي باش يستافدوا من لي زامبو ما يخلصوش لي زامبو، راه تابع يقدروا يستثمروا فيه في البي ا. دونك هنا هما كيشرحوا لينا هنا اشنو كاين هنا من بدايه السنه لدابا راه داير 5% واحد بيرفورم مازي وما مديرهش مازي دابا راه في الديفيسيت. دونك ماشي بديفيسيت شي 1% ولا 2% اليوم. دونك انا لو ريسك راه طالع، لو ريسك ديالو باسكو سي ان بي سي في ام كي انفيستي في لي زاكسيون. وهنا هي لا فيش سيناليتيك، فيش برودوي ديالو، الريبورتينغ مونسيال. دونك ها هو اللي بغى يدخل يقرا عليه. هذا راه التجاري المشاركه ان ميور رونتابيليتي سور لو مارشي. ها هي كيف ما قلت لكم اون فافوريزون لا سيليكسيون دي سيكتور اوبيرون ان اكتيفيتي ايتيك، يعني كيحترم. هنايا نشوفوا بسرعه غنشوفوا هذيك لافيش الريبورتينغ ديالو باش نشوفوا لي سيكتور. ما عرفتش واش هي هذه، فوالا دونك هي هذه. الا جينا نشوفوا هنا لي سيكتور اللي كيانفيستي فيهم نورمالمون ما خصناش نلقاو لي بونك وما خصناش نلقاو لي اسيونس. دونك فوالا انا هو كيدير لافيستيسمون في البي تي بي، في المعادن، ترونسبور، الاتصالات، الماكله، لاغرو اليمونتير، الصحه، العقار، الانفورماتيك، الغاز، العقار، لاندستري اللي داكشي ديال الفارماسي، لاندستري اغريكول، ليكيبمون الكترونيك، سوسيتي دو بورتفوي ولا ديستريبيسيون. يعني ما عندوش هذوك لي سيكتور اللي قلنا ما كيتوافقوش مع الشريعه، راه ما كيستثمرش فيهم نهائيا. 95% ديالو في لي زاكسيون، يعني ما كاينينش لي برودوي انتيري بحال لي زوبليغاسيون بحال لي بون دو تريزور راه كتشوفوا مباشره راه ما كاينينش. وهذا راه الكاش، يعني فلوس عنده كاش ديسپونيبيليتي. دونك هذا اللي كان بخصوص هذا لو فون اللي بغاو الناس يستثمروا فيه بطريقه تتناسب مع الشرعيه وما يحمقش راسو يبقى يعزل في الاسهم. فهذا راه واحد لو فون مزيان، لي بيرفورمانس ديالو زوينين كيف ما كتشوفوا غادي وكتزيد لا فالور ديالو مع الوقت. دونك هذا الشيء اللي كان. اشنا هو الحل الثاني؟ لي سوسيتي كونفورم. فوالا كيف ما قلنا لي سوسيتي كوتي في لا بورس دو كازابلانكا اللي كيحترموا هادوك لي دو فيلتر اللي قلنا،
فراه هادوك حتى ما نقدروا نستثمروا فيهم لو فيلتر ديال السيكتور او لو فيلتر فينونسي، وقلنا ان اكسيون حلال. فوالا هذه واحد النقطه مهمه، راه ملي كنديروا لو فيلتر راه ما كاينش ان واحد لا سوسيتي غتبقى حلال ديما، راه كيف ما قلنا دوك لو راسيو راه ايل شونج، تقدر هاد العام ما يكونوش عندها لي زانتيغي، العام الجاي يكونوا عندها. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لو سوسي راه خصهم يبقاو شاك اني يديروا لاكتياليزاسيون ديال هادوك لي راسيو. يعني اوترومون دي راه واحد الشركه تقدر تكون هاد العام لاكتيفيتي ديالها نون كونفورم، والعام الجاي تولي كونفورم، نقصات من لي كريدي ما بقاوش عندها لي كريدي، العام الجاي طاحت في ازمه اضطرات انها تاخذ لي كريدي، يعني هذاك لو طو طالع. دونك بور ريزومي الناس اللي عندهم هاد لو سوسي ils doivent à chaque fois actualiser هذوك لي راسيو. الحاجه الثالثه هما لي برودوي اسلاميك كلاسيك، هادو انا غير درت عليهم بحث صراحه، ما عنديش عليهم معلومات دقيقه بالنسبه للاخوان اللي فايتين جربوا هاد الشيء، فراه اللي تعاهم الفائده خليو هاد في كومونتير الى عندكم شي اكسبيريونس. هادو لقيت لي سيرتيفيكا دو سوكوك تيب الاجاره، هادو قال لك ستان برودوي اللي لقيت بلي يلاه il vient de se développer au Maroc، ودابا مع جاي اللي دارت هذيك لا ريفورم ديال لا لوا ديال لي زو بي سي في ام، وقالوا بلي دارت لانجيكسيون ديال هاد لو تيب دو برودوي، وبلي داروا واحد لي زو بي سي في ام كي سون بارتيسيباتيف، يعني كيوافقوا الشريعه الاسلاميه. في لانتيغي ديال الناس، كاينين بزاف ديال الناس باغيين يديروا لانفستيسمون في سو جونغ دو برودوي. قلنا هنا لي ديبو دانفستيسمون هادو لقيتهم في لي سيت ديال بنك اليسر، بنك الصفا، لقيت عندهم هاد لي برودوي. مي كومون سا سباس بصراحه ما عنديش فكره، مي عندهم يعني هاد لي برودوي الا مشيتو سولتو عليهم وبغيتو تستثمروا تحطوا عندهم فلوسهم راهم كاينين. وكاينه اسيرونس التكافل، حتى هذه طلعت لي صراحه جي با غون ديدي، مي انا حاولت صراحه ندير او موان نعطيكم واحد لالتيرناتيف بالنسبه للناس اللي باغيين يستثمروا. دونك هادشي اللي كان بخصوص الحلقه ديال اليوم، ديال كيفاش انك تقدر تستثمر في لابورس دو كازابلانكا بواحد الطريقه اللي كتوافق مع الشركه الاسلاميه. الا عندكم شي راي ولا عندكم شي افكار اخرى اللي نقدروا نبارطاجيوها مع الاخوان، فما تنساوش تخليوها لينا في التعاليق. الى عجبكم الفيديو خليوا لنا جيم او كومونتير، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.